السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصحابي وحبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل حاجة حلوة برضو من الحاجات الجميلة بتاعت الزمن الجميل. النهاردة هنعمل حاجة جميلة زي ما احنا شايفين كده. يعني توقعوا احنا كده ممكن نعمل ايه. هقول لكم المكونات وانتوا توقعوا ان احنا ممكن نعمل ايه. دي معانا زبدة بلدي، دقيق، سكر، زبيب وجوز الهند وفانيليا وميه، مش اكتر من كده. وهنعمل بقى منهم حاجه جميله جدا. اهالينا زمان كانوا بيعملوها، وكنا واحنا صغيرين كنا بنحبها قوي. الحاجه دي كان بقالي كتير قوي عايزه اعملها، بس مش عارفه، ما كنتش متشجعه ان انا اعملها. بس قررت ان انا اتشجع كده واقوم اعملها. خليكم معايا وهنقول عملنا ايه كده. انا هقول لكم المكونات برضو عشان تبقوا معايا. دول 8 معالق دقيق، دي كوباية سكر، ممكن تخليها كوباية ونص على حسب بقى الرغبة، يعني اللي بيحب الحاجة مسكرة، يعني كل واحد ورغبته. دول 4 معالق زبدة بلدي، زبدة بلدي، سمنة بلدي، المهم انها تكون بلدي. عندنا حبة زبيب، جوز الهند، الفانيليا. دول 4 كوبايات مية. تمام، يلا هنمشي بقى الخطوات مع بعض ونكملها ونشوف هنعمل ايه. هنا انا حطيت كوبايه السكر مع ال4 كوبايات ميه، وهسيبهم بقى ياخدوا غلوه كده والسكر يدوب. بس طبعا يعني مش هعملها زي السيرب بتاع الكنافه والحلويات، لا، هو يدوبك تاخد غلوه كده والسكر يدوب. الخطوه التانية، خدت الزبده هسيحها على البوتاجاز، ولما تسيح هحط عليها الدقيق، هنزل عليها بالدقيق واقلبها. وطبعا ما خليهاش تحمر قوي عشان ما تبقاش طعمها مش حلو وتمرر كده. نزلنا بالدقيق على السمنه وهنقلبها لحد ما القوام المطلوب واللون المطلوب، وهرجع لكم تاني. ميه ام سكر كده او الشربات بتاعنا غلي. انا مش عايزاه يتقل ولا حاجه، انا عايزاه يبقى بس مجرد ان هو يغلي والسكر يدوب فيه. ومعايا هنا بقى الدقيق، طبعا موطين عليه خالص، تقليب مستمر تقليب مستمر، موطين عليه خالص كده. عند الدقيق اهوت اتشرب السمنه. بالنسبة للمية ام سكر او الشربات بتاعنا، هضيف لها واحدة فانيليا، وحطيت رشة جوز الهند هنا مع الدقيق بتاعي، وهقلبهم كده. انا هنزل بقى بالشربات بتاعنا على الدقيق وكده، ولازم طبعا يكون ايدي فيه على طول بالتقليب علشان طبعا ما يحمرش معانا اكتر من اللازم. نزلت بالشربات بتاعنا، طبعا لازم مع التقليب المستمر عشان الخليط كله يتكون او يتجانس كله مع بعضيه، ما يبقاش في عندي كلكعه خالص ولا اي تكتلات. هفضل اقلب وانزل بالتدريج. كل ما احس ان العجينه بتاعتي محتاجه شويه ميه، احط لها من اللي هي الميه بالسكر اللي احنا عاملينها. القوام المطلوب يا جماعه هنصبه بقى ونزينه. طبعا اكيد عرفتوا احنا عملنا ايه. احنا بنعمل سد الحنك. سد الحنك من الاكلات الجميله بتاعت زمان. انت ممكن تطوري فيها، وممكن تحطي صوص شوكولاته، صوص كراميل، تزودي مكسرات، براحتك. بس هي طبعا اكله من الاكلات الجميله اللي هي بتاعت الشتاء. ده الشكل النهائي لطبق سد الحنك بتاعنا النهارده، والف هنا وشفا. معاكم قناه زهره ضاحي، اللي لسه ما تابعناش يتابعنا، وان شاء الله هتلاقوا كل حاجه تهمكم. قناه زهره ضاحي قناه اجتماعيه. يا ريت اشتراك ولايك وشير، واتمنى لكم يا رب كده كل خير وسعاده، وتابعوا معايا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يا ماما، سد الحنك شكله جميل قوي.